بتحكي صاحبة القصة وبتقول: أنا اسمي إسراء وعندي 30 سنة. أنا بصراحة غضبانة عندي أهلي، وأنا زي أي بنت. أنا وحيدة على أخين، أبويا خياط وأمي ربة بيت، والحمد لله الحال ميسور. أنا حبيت شاب من أيام الدراسة وإجا تقدملي كذا مرة، بس أهلي ما وافقوش عليه، وبصراحة أنا ما كنتش عارفة ليه. المهم خلصت كلية وتقدملي واحد من المنطقة، كان جارنا، يعني جواز صالونات، وأهلي وافقوا عليه. شفنا بعض وحصل قبول واتجوزنا، والحمد لله ربنا رزقني ببنت. بس المشكلة بدأت معايا من ليلة الدخلة، وأنا بصراحة تعبانة جدا ومليش بنات إخوات، وكنت بتكسف جدا أتكلم في الحاجات دي. حتى لما بلاقي بنات العيلة بيتكلموا في الحاجات دي ببقى مكسوفة ومش بحط في دماغي. وكمان أمي معرفتنيش حاجة خالص، ودخلت الجواز على عماية. بصراحة أنا ماليش اختلاط قوي مع زمايلي، حتى لما جاتلي الدورة أول مرة كانت بالنسبة لي حاجة غريبة. وفين وفين لما جاتلي الجرأة وعرفت أمي. جوزي ده بصراحة غشيم قوي. عملنا الفرح بعد الخطوبة ب6 شهور بالظبط. بصراحة أنا كنت مبسوطة قوي زي أي بنت يوم فرحها بالفستان الأبيض. وإنتم عارفين إنه العروسة بتبقى مبسوطة إنها داخلة على حياة جديدة. المهم عملنا الفرح وكان فرح جميل قوي، والليلة خلصت وكله كان تمام. أمي قعدت توصيه وتقوله خلي بالك منها، بالراحة عليها، ومليش بركة إلا هي، وانتي يا بنتي ملكيش بركة إلا جوزك، وربنا يهدي سركم، والكلام ده كله انتم أكيد عارفينه. المهم كلهم مشيوا وسابونا لوحدنا. مكذبش عليكم على كمية الرعب اللي أنا كنت عايشة فيها. أنا واحدة داخلة على جواز ومعرفش يعني إيه اللي بيحصل ما بين الراجل والست، يعني معرفش حاجة. وكمان أمي معرفتنيش أي حاجة ولا حتى أي بنت من بنات العيلة. المهم دخلت أوضة النوم وأنا في قمة الرعب. بصراحة أنا مش عارفة هعمل إيه ولا أقوله إيه. دخل وقال لي ألف مبروك يا عروسة، اتكلمي شوية. قال لي هو انت هتفضلي كده؟ قومي غيري هدومك. قلت له أنا هقوم أخد شاور وكده، وكمان قام أخد شاور. وبعد كده قال لي تعالي ناكل. كنا وخلصنا. قال لي طيب تعالي يلا عشان ننام. قلت له لا أنا كويسة كده. قال لي تعالي وما تتكسفيش. لقيته بدأ يقرب مني وأنا كنت مخضوضة قوي، وفجأة اتصدمت بالأمر الواقع، الحاجة اللي عمري في حياتي ما تخيلت إنه أنا أشوفها. ولما لقيت جوزي قدامي زي ما أمه ولدته من الآخر، بس للأسف المصيبة الكبرى إنه هو كان عنده حجم خيالي، تقريبا كان هيغمى عليا. قلتله بس أنا خايفة، وطبعا هو حاول إن هو يهديني، بس لما جينا للموضوع الجد معرفش يتصرف، وكان غشيم قوي. بصراحة اتعذبت والليلة عدت، بس كنت حاسة إنه أنا تعبانة جدا وما كنتش مرتاحة من اللي حصل ده. وخصوصا أنا زي ما قلتلكم كان يعني الحجم خيالي من الآخر كده، ومش لازم أخش في التفاصيل. وطبعا جوزي كان برضو على عماه، وكان هو من الشخصيات اللي مش من النوع اللي كان بيصاحب بنات ولا يمشي مع البنات ولا أي حاجة. هو كان ماشي جنب الحيطة لغاية ما اتجوز ودخل بالحلال.
فعشان كده في موضوع العلاقة ده ما كانش عنده أي خبرة بالمرة، فبالنسبة لي إنه هو أهم حاجة نفسه وبس، وما كانش بيحس بيا أنا. هل أنا مبسوطة؟ أنا مرتاحة؟ ما كانش بيفهم الحاجات دي خالص، وأنا عمري في حياتي ما كنت أتوقع إنه هيحصل لي كده، وإنه أنا هبقى عايشة العيشة دي. بصراحة أنا بقيت بترعب لما يجي يقرب مني، حتى بعد ما ربنا كرمني وحملت وجبت عيال، وبعدها بفترة جبت عيل تاني، وقلت يمكن جوزي يتغير، يمكن يفهم يعني ايه الجواز، يعني ازاي يراضيني ويفهم ازاي يخليني مبسوطة. بس هو للأسف ما كانش بيفهم في الحاجات دي خالص، وانا حاولت كتير انه انا لمحله بالكلام، بس كان الكلام على متغطي كده، بس برضه مفيش فايدة وما بيفهمش. لغاية ما جبت آخري ولقيت نفسي أنا مش قادرة أستحمل الحياة دي. أنا اتحملت كتير من بداية جوازي لغاية ما جبت العيلين، لغاية يومنا ده، وبصراحة لقيت نفسي مش قادرة أستحمل. كنت بقعد وأقول لنفسي معقول هو ده الجواز؟ عايشة في رعب ومش مبسوطة. للأسف جوزي بيفكر في نفسه وبس. لقيت نفسي إن أنا في ضغط كبير، وما بقيتش قادرة أستحمل ولا قادرة أواجهه وأكلمه وأقول يغير من نفسه. فأنا قلتله معلش، أنا محتاجة إن أنا أقعد عند أمي شوية كده، وبصراحة هو ما رفضش. وأنا بقالي فترة قاعدة في بيت أمي، وهو بيتصل بيا كل شوية ويقولي ارجعي البيت، انتي لسه هتقعدي عند أمك أكتر؟ طب خلاص كفاية كده. وبصراحة كل شوية أقوله يومين واجي، 3 أيام واجي، وهو بصراحة مستحملني عشان هو فعلا بيحبني. بس يمكن في الحاجة دي بالذات هو مش فاهم، مش مستوعب ومش عارف أنا بحس بإيه. كمان يمكن الغلط عندي، أنا مش قادرة أواجهه ومش قادرة أعرفه الحاجات اللي أنا بعاني منها، ومش قادرة أواجهه. أنا بجد مش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف إزاي، وأنا بصراحة بحب جوزي جدا، لكن الحاجات اللي بتحصل دي مش قادرة عليها، وأنا مش عارفة أعمل إيه ولا أجيبها له إزاي. مش عارفة أرجع لجوزي وبيتي ولا أطلب منه الطلاق. بجد أنا مش عارفة أعمل إيه.